السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد وقصة جديدة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وحبابكم وصحابكم وكاع الناس اللي كتبغيو. القصة ديال اليوم واحد القصة اللي هندية وحقيقية اللي فيها بزاف ديال الاحداث. حنا عارفين الافلام الهندية شحال كيكون فيها ديال الزيادة والاكشن وداك الشيء اللي ما كيدخلش للعقل، ولكن هذه راه قصة حقيقية جاية فيها احداث اللي صعيب يتقبلها العقل. فواش دو راسكم معايا وبغيتكم تكونوا مركزين معايا في القصة لأن فيها تحقيقات وفيها تغير الأحداث بواحد الطريقة اللي واعرة بزاف. يلا ندخلوا للقصة. القصة ديالنا ديال اليوم غنبداوها مع شينا بورا. شينا بورا واحد البنت كانت عايشة في مدينة غواهاتي في الهند، وعايشة مع خوها الصغير ميكائيل وجدها وجداتها من بعد ما تخلاو عليهم والديهم. وكانت حياتهم صعيبة بزاف حيث كانوا فقراء لواحد الدرجة كبيرة. ولكن شينا كانت طموحة وكتقول مع راسها شي نهار غادي نخرج من هذا الفقر اللي حنا عايشين فيه. وفعلا في 2006 خدات شهادة ديال الباك ديالها وتقبلات في أحسن الجامعات في مومباي، حيث كانت كتقرا مزيان وأخلاقها مزيانة. ولكن واخا تقبلات في الجامعة كان عندها مشكل كبير واللي هو مصاريف الدراسة اللي كانت غالية بزاف بالنسبة للظروف اللي هي عايشة فيها. ومومباي ماشي مدينة اللي سهلة في المعيشة، وخاصها الفلوس وخاصها الكرا وخاصها الكتوبة وخاصها الماكلة. وشافت راسها باللي ما قادراش على هادشي كامل، وقررت تجلس حدا جداتها وتقلب على شي خدمة وتعاونهم. ولكن جداتها ما غاديش تقبل، وغادي تعطيها واحد النمرة ديال التليفون وغتقول ليها اتصلي بهذا الرقم وغادي تحلك هذا المشكل. وفعلا شينا اتصلت بالرقم وقدرت تلقى اللي يتكلف بها ماديا حتى تخرج من الجامعة. وهذا الشخص اللي تكلف بها شرط عليها واحد الشرط غريب اللي غادي نقولوا لكم من دابا شويه. المهم شينا مشات لمومباي وتسجلت في الجامعة وبدات أول نهار ديالها وهي متأكدة بلي غادي توصل لجميع أحلامها وكدير أكثر من جهدها باش تكون من الأوائل في الجامعة. والغريب في شينا هو أنه كان كيجيها ديما واحد الاتصال في التليفون، وديك الساعة كتجاوب، واخا تكون في محاضرة كتخرج وكتجاوب. وهذا الشيء ثار الفضول ديال صحابها وبغاو يعرفوا القضية ديالاش وكيفاش ومع من، وهما يسولوها. قالت لهم كنجاوب اختي الكبيره حيت كتخاف عليا، وهي السبب في انني كاينه معاكم اليوم في الجامعه، حيت هي اللي تكلفت بجميع المصاريف ديالي باش نقدر نجي لهاد الجامعه ونكمل قرايتي. وقالت لهم شينا باللي ملي كانوا صغار هي وخوها ميكايل باهم امهم تخلاو عليهم، واختها الكبيره قدرت تخرج من داك الفقر وقرات وكافحت حتى وصلت لداكشي اللي كانت كتحلم به وما نساتهاش هي وخوها. وهنا عرفنا لمن ديك النمرة اللي عطاتها جداتها كانت ديال خت شينا الكبيرة وسميتها اندراني، وكانت كبر منها ب17 عام، وكانت عايشة في مومباي من مدة طويلة، وقدرت تولي سيدة أعمال مهمة في مومباي، وأسست شركة ديال الميديا مهمة سميتها ANX ميديا. ومن بعد تعرفت على واحد الراجل سميتو بيتر موكارجينا، وهذا الراجل كان من أقوى رجال الأعمال في الهند، والثروة ديالو كتوصل حتى ل 800 ألف دولار، وهو هندي ولكن عنده الجنسية البريطانية. وكان الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تلفزيونية في الهند ديك الساعة اللي كان سميتها ستار انديا، اللي دابا ولات واخداها ديزني. وهذا الراجل خلى إمراني تولي امرأة أقوى وعندها نفوذ أكثر ومكانة اجتماعية أعلى. وهذا الشيء ما نساهاش خوتها بطبيعة الحال، فجابت شينا عندها باش تقرا في أقوى الجامعات في مومباي، وصيفطت خوها الصغير ميكايل لمدرسة خاصة باش يقرا ويكمل قرايته. المهم شينا كانت عايشة مع اختها في القصر الفخم ديالها، ولكن غير الشهور الأولين، حيت اختها إندراني كرات ليها واحد الشقة زوينة بزاف حدا الجامعة باش تسكن فيها وتاخد راحتها وتركز في قرايتها أكتر. وشينا كانت فرحانة حيت غادي تستقر بوحدها وتاخد راحتها، وغتبقى تمشي تزور اختها في نهاية كل أسبوع. وفي وحدة من هاد الزيارات لاختها شافت واحد الراجل في الدار ديال اختها، وكانت معمرها شافته من قبل، وكان شاب وسيم والجسم ديالو رياضي ولابس مزيان وكيهضر مزيان. جات اختها اندراني وقدمت ليها هذا الراجل اللي كان سميتو راهول، وهو ولد راجلها من المرة الأولى، يعني
ربيب شينا، حيت راجلها بيتر كان مزوج من قبل منها بواحد المراه وولد معاها 3 ديال الوليدات. وراهول واحد من هاد الوليدات. راهول ما كانش كيبان لشينا من قبل حيت كان مسافر في بريطانيا، وكان من الاحلام ديالو يولي ممثل مشهور في بوليود. وما كانش شخص مسؤول، هو اللي كان كيصرف عليه وكيعطيه الفلوس يعني وكل ليله كان كيخرج هوايا كيدور في الزناقي وفي البيران، ومهم القصارى والمخدرات. هذه هي حياته. واخا هادشي كامل شينا عجبها راهول، مع انها هي واحد البنت اللي درويشه وداخله سوق راسها قابله غير قرايتها باش تحقق الاحلام ديالها. وحتى راهول عجباتو شينا، عجباتو بالتباتة ديالها والرزانه ديالها، وولاو كيتلاقاو مع بعضياتهم كاصدقاء، وتطورات العلاقه وولاو كيبغيو بعضياتهم. ولكن شينا كانت خايفه بزاف من انها تعلن على علاقتها براهول، حيت كانت متاكده ان اختها ما غاديش تبغيه وغترفض، حيت هادشي ما مناسبش لمكانتهم الاجتماعيه. كيفاش ولد راجلها اللي هو ربيبها يتزوج بختها؟ ولكن شينا وراهول في 2008 غيقرروا يرتبطوا رسميا وغادي يقولوها لختها. وغير سمعتها اندراني بغى يخرج ليها العقل، قالت لها واش حماقيتي ما لقيتي غير ولد راجلي هو اللي تبغيه، وزيدون راه غادي غير يخرج عليك وغادي يخليك غير تبغيه ويتخلى عليك. وشينا كانت كتقول لي انا ما عمر شي حد تهلا فيا ولا اهتم بيا بحال راهول. وحتى راهول باه ما كانش راضي على هاد العلاقه وتعصب بزاف، وقال لي هاد العلاقه خاصها تسالي اليوم قبل غدا. وهاد الشيء قالو حيت كانت كتبان ليه شينا ماشي من المستوى ديال ولده، واخا هو كان واخد اختها الكبيره. واندراني ماشي نوضت صداع غير مع اختها صافي، لا، دابزت حتى مع راهول اللي ما كانش كيحمل فيها الشعره وكيشوفها واحد المراه فاسده وخارجه الطريق، واللي تزوجت مع باه غير على ود فلوسه ومكانته الاجتماعيه، وعاد هي السبب في الفراق ديال مو مع باه. وهذا الشيء خلى المشاكل تكبر بزاف وخلات شينا تبعد على اختها اندراني لشهور طويله. وفي نفس الوقت كانت العلاقه بين شينا وراهول كتحسن وكتقوى اكثر، وكان باين باللي اندراني وراجلها واخا يديروا اللي داروا ما غاديش يقدروا يفرقوهم. من المحاولات ديال اندراني باش تفرقهم هي انها صيفطت شينا في العطله العربيه عند جدها وجداتها فين كبرات باش ترتاح وتفكر في هادشي اللي كديرو. وشينا كانت رافضه، ولكن ما عندها ما دير، قبلات ومشات وغير وصلت عند جدها وجداتها شينا مرضات. وجداتها اتصلت باندراني قالت لها علاش صيفطتي لي شينا، واش انت عندك الفلوس ولاباس عليك وطمعه فينا حنايا اللي نداويوها ونوكلوها ونشربوها وحنا ما عندنا حتى عشا ليله، وشينا دابا هي مريضه بزاف وخاصنا ضروري نديوها للطبيب وما عندناش باش نديوها ونشريو ليها الدواء. قالت ليها اندراني انا غادي نصيفط لكم الدواء وغنصيفط لكم الفلوس غير خليها تما. وفعلا اندراني بقات كتصيفط لهم الدواء وغير يسالي كتعاود تصيفطوا لهم. ولكن شينا حالتها ولات كفس من الاول، والعطله سالات وهي ما رجعتش تقرا. وراهول تشوش عليها بزاف، وحتى هو ما فلتش من المحاولات ديال باه باش يبعدوا على شينا وقطع عليه المصروف. ولكن راهول ما استسلمش بطبيعه الحال، باع الطوموبيله ديالو واي حاجه كانت غاليه عنده، من حوايج، من ساعات، من صبابط، يعني اي حاجه كانت عنده غاليه وماركه كان كيعاود فيها البيع وكيجمع الفلوس. واول حاجه دارها مشى يشوف شينا في العربيه اللي عايشه فيها ويعرف مالها ما رجعتش تقرا. وملي وصل لقاها في واحد الحاله خايبه بزاف، نهار كله كتبقى غير ناعسه وما عاقلاش على راسها فين كاينه. هز هذيك الساعه داها للطبيب وداه حتى الدواء اللي كانت كتصيفطوا ليها اختها. وملي الطبيب شاف حالتها وشاف داك الدواء اللي كانت كتصيفطوا ليها اختها اندراني قال لهم راه هاد الدواء هو اللي داير ليها هاد الحاله كامله، وهاد الدواء ديال امراض نفسيه صعيبه وما خصهاش تاخذو، حيت هي ما عندها حتى سبب صحي اللي يخليها تاخذ هاد النوع من الدواء. وملي قالوها الاندراني قالت لهم انا كنت باغا غير نعاون اختي تولي مزيان، ما كنتش باغا نضرها. راهو شد شينا من يديها وداها معاه وقدر ياخذ واحد الدار ويعيش فيها هو وشينا. وشينا تحسنت الحاله ديالها ورجعت كملت قرايتها وتخرجات وخدمات في 2011. وفي نفس السنه وبالضبط في 26 اكتوبر راهول غادي يخطب شينا رسميا. ومن بعد شهور اندراني كتفاجئ برساله صيفطتها ليها شينا كتقول ليها باللي توحشتها بزاف وهي محتاجه ليها، وعلاقتها براهول ما بقاتش كيف كانت في الاول. اندراني جاوبت شينا وقالت ليها انا غنبقى نبغيك واخا يوقع اللي وقع بيناتنا،
واندراني غير شافت الرساله مشات كتجري عند راجلها بيتر كتوريها ليه، وفرحوا بزاف من داكشي اللي فيها، حيت هادشي اللي كانوا باغيين يوصلوا ليه من الاول، وها هما وصلوا ليه بلا ما يديروا شي مجهود كبير. اندراني قالت لشينا انا مستعده نعاونك باش تفرقي معاه. شينا قالت ليها انا غادي نلقى شي حل، وملي نلقى الوقت المناسب غادي نهضر معاه. وحلو معايا دابا عقلكم، دابا راه غادي ندخلوا القصه ديال بصح. هادشي كامل اللي درت لكم راه غير كي كنقولوا خضره فوق طعام. دابا عاد ندخلوا للصح. المهم في 24 شهر 4 2012 راهول كيمشي يجيب شينا من الخدمه للدار باش تبدل حوايجها وتمشي للموعد اللي دايره هي وختها اندراني، اللي كانت رسلات ليها رساله في الصباح ديال نفس النهار كتقول ليها باللي توحشاتها بزاف وبغات غير تخرج تعشى هي وياها ويهضروا شويه. شينا عجبها الحال، ولكن راهول ما كانش عاجبو الحال، حيت هاد الشيء اللي كان خايف منه بزاف ان اندراني كتقرب من شينا غير باش تفرقها معاه. المهم راهول دا شينا للموعد، واللي كان في واحد المركز تجاري كبير في منطقه راقيه سميتها باندرا. وصل بالطوموبيله ديالو، وقف في الباركينغ ديال المركز التجاري، وقدامه كانت الطوموبيله ديال اختها. الطوموبيله كانت من نوع مرسيدس لونها رصاصي، واللي كان فيها الشيفور وحده واحد الراجل جالس في الكرسي القدام، واندراني جالسه في الكرسي اللور. نزلات شينا من الطوموبيل ودعات راهول، واتفقوا على انها ملي تسالي الموعد غتصل به باش يجي يديها. وبقى حاضيها حتى ركبت في الطوموبيله مع اختها وتحركوا، وتا هو مشى للدار وطيب عشاتو وجلس كيتسنى الاتصال ديال شينا باش يمشي يجيبها. ومن بعد ما دازت 5 ديال السوايع راهول اتصل بشينا، ولكن ما كتجاوبوش، وبدا كيتشوش عليها شويه، وهو يجي ميساج كتقول ليه فيه بلي هي لاباس عليها وما يتخلاش عليها، وبانها غادي تبات مع اختها اندراني ديك الليله. راهول تعصب بزاف واستغرب في نفس الوقت، حيت هادشي ما اتفقش عليه معاها، وشينا ماشي من النوع اللي يدير بحال هاد الفعايل. وديك الساعه حاول انه يتصل بها باش يفهم شنو واقع، لقى تليفونها طافي، وهنا خاف ديال بصح، حيت اندراني قدرات تبقى مع شينا بوحدهم وما عارفش باش كتعمر ليها راسها. وملي عيا بالاتصال بلا فايده قرر ينعس، وفي الصباح فاق وغير حل عينيه خدا التليفون واتصل بشينا، ولقى التليفون باقي طافي. وباش يحاول يخفف داك التوتر على راسو خدا واحد دوش خفيف بالماء بارد، وملي خرج لقى رساله من شينا غادي تصدموا وتغير حياته للابد. هاد الرساله كتبات ليه فيها انا بخير ما تخلعش عليا، ولكن راه ما غاديش نقدر نكمل معاك، قررت نمشي لدوله اخرى نبدا فيها حياه جديده، وحتى انا كنتمنى ليك حياه سعيده واحسن من هذه اللي كنتي عايش معايا، واسمح لي بزاف لا كنت غلطت في حقك شي مره. راهول بقى تيقرا الرساله ويعاود ويتاكد من الرقم واش ديال شينا فعلا، وخدا وقت طويل باش يقدر يستوعب داكشي اللي مكتوب. بقى كيقول مستحيل شينا تسالي علاقتنا برساله، وحاول يتصل بها والو، تليفونها طافي ولا بحال شي حمق. اتصل بخدمتها قالوا ليه باللي صيفطات الاستقاله ديالها هاد الصباح في ايميل، ومع انها كانت عزيزه عليها خدمتها وفرحانه بها. راهول مشى كيجري للدار ديال باه باش يشوف شينا واش كاينه تما. دخل وهو معصب بزاف وكيقلب عليها ما لقاش ليها الاثار، وبقى كيقول لاندراني فين درتي ليا خطيبتي شينا، وشنو قلتي ليها وعلاش ما رجعاتش. كان متاكد باللي شينا ما مشاتش بخاطرها، ولكن اندراني قالت ليه اختي ما بقاتش باغا تعيش معاك، وهي مشات بخاطرها باش تبدا حياه جديده في امريكا. هو ما صدقهاش، قال ليها انت اللي قلتي ليها شي حاجه ولا طمعتيها بشي حاجه. والو. اندراني كتاكد كلامها وعاد قالت ليه راه هي اللي طلبت مني نتلاقاو البارح ماشي انا، وبغاتني نعاونها تخرج من الهند لبلاد اخرى. وراهول مشى كيجري عند باه بيتر، وتا هو قال ليه داكشي اللي قالت ليه مراته، يعني هو تيقول غير اللي قالت مرته ايه واخا. وقال ليه حتى على الرساله اللي كانت صيفطتها شينا اللي فيها باللي ما بقاتش كتبغي راهول بحال الاول، ويمكن هاد الرساله حتى هي ضمن الخطه ديال اندراني. المهم راهول جلس للارض وشد راسو كيحاول غير يفهم ويلقى جواب على بزاف ديال الاسئله كيدوروا ليه في راسو. بقى على هاد الحاله لمده ديال سيمانه وهو يمشي عند البوليس، والمشكل البوليس ما داروا ليه والو، حيت كانت شينا فايتة 20 عام، يعني تقدر دير اللي بغات في حياتها. وعاد اقوال اختها كطمن البوليس وخلاتهم ما يديروا حتى بلاغ،
ولكن راهول بقى مصدع البوليس كل مره جاي عندهم وكيمشي للدار ديال باه كيدير المشاكل مع اندراني، حتى لواحد النهار البوليس قررت دير ليه خاطرو وتسجل بلاغ بالاختفاء ديال شينا. ولكن راه غير كتبوا داك البلاغ وصافي، ما خرجوا يقلبوا ما والو، داروه غير باش يسكتوا راهول حيت فرع عليهم راسهم. واخا كانوا شكوك كثيره تخليهم يفتحوا تحقيق في هذا الاختفاء، منها انها كانت مشات بلا ما تهز حوايجها وحطت الاستقاله ديالها من بعد الاختفاء ديالها غير بايميل، فكان خاص ضروري يديروا شي حاجه. ولكن البوليس ما جاوبش بلاغ من عائله شينا، وراهول كانت كتربطوا بها علاقه غير رسميه، يعني غير خطبه. فهاد الشيء اللي خلاهم ما ياخدوش الموضوع على انها تقدر تكون وقعت ليها شي حاجه ولا تكون ما مشاتش بخاطرها. وهنا راهول غادي يستسلم للامر الواقع وغيمشي لواحد المنطقه بعيده على المدينه باش يقدر يرتاح شويه، حيت نفسيته كانت مدمره والقضيه بدات كتبرد. وهادشي كان عجب بزاف اندراني وبيتر بطبيعه الحال، ودازت ايام واسابيع وشهوره اللي تحولت لسنوات. وفي 2015 من بعد 3 سنين على الاختفاء ديال شينا غيبانوا حوايج كيأكدوا باللي شينا ما كانش الاختفاء ديالها عادي. اجي قبل ما نكملوا بعد هذه القصه البوليوديه اللي باقي فيها بزاف ديال الاحداث اللي غادي تصدمكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وإلا عجبكم الفيديو ديروا واحد لايك صغير. شكرا لكم. يلا نرجعوا للقصه البوليوديه. في 2015 البوليس شدوا واحد مول الطاكسي ومعاه سلاح في الطاكسي، والعقوبه ديال هذه الجريمه ثقيله بزاف، وهو كانوا عنده الوليدات وكان ضروري خاصو يخرج راسو من هذه القضيه هذه. وقال البوليس انا غادي نقول لكم واحد الجريمه وقعت في عائله مشهوره واللي ما قدروش البوليس يكتشفوها لحد الساعه، وبالمقابل تعتبروني شاهد في هذه القضيه ديال السلاح وطلقوني. هاد الشيفور هذا قبل 3 سنين كان خدام عند اندراني، عند اندراني خدشينا اللي غبرات. هاد الشيفور دا البوليس لواحد البلاصه بعيده، وبقاو غاديين بالطوموبيله حتى وصلوا لواحد البلاصه، وقال لهم خاصنا ندخلوا للغابه ونكملوا على رجلينا. بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد الشجره اللي كتبان ميزه على باقي الشجرات، يعني الا شفتيها غتبان لك بانها مفرزه على الشجرات الاخرين. وقال لهم حفروا هنايا، مشى تحت الشجره وراهم واحد البلاصه يحفروا فيها، وملي حفروا لقاو جثه محروقه. وغادي نعاود لكم شنو طرا، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب ديال شينا، ماشي من الجانب ديال راهول. في ديك الليله اللي اختفت فيها شينا كان في الطوموبيل اللي ركبات فيها الشيفور اللي مشدود عند البوليس دابا، واندراني خد شينا الكبيره، والراجل الاخر غادي نعرفوه حتى هو شكون من دابا واحد شويه. وكاملين شدوا الطريق وبداو كيهضروا مع بعضياتهم. واندراني قالت لشينا هاد الليله ما عمرك غادي تنسيها، وغتكون احسن ليله في حياتك، وغنديك تشوفي بلايص ما عمرك شفتيها. وهما كيهضروا اندراني جبدات واحد العصير وبدات كتشرب هي واختها، يعني كل واحد خدا الكاس ديالو. وهاد الكيسان كانوا موجودين من قبل، والطوموبيل كانت غادا لواحد البلاصه زوينه بزاف بين الجبال والغابات. وواحد شويه بدات شينا كتحس براسها تقال عليها وما كتقدرش تهز يديها مزيان، يعني فقدات القدره على انها تهز يديها. ودوك الاضواء اللي كانت كتبان ليها زوينه وساطعه ولات كتبان عليها بحال الضبابه من الشرجم ديال الطوموبيل. وغير دورات عينيها لداخل ديال الطوموبيل شافت اختها والراجل اللي معاها كيشوفوا فيها وهما ساكتين بحال كيتسناو دير شي حاجه ولا توقع ليها شي حاجه. وهي تبان ليها اختها اندراني تلاحت عليها وقجاتها من عنقها. وشينا واخا كانت مخدره بداك الحر ديال الموت ولا بالدفاع على راسها، بدات كتركل رجليها بداو كيضربوا في الكرسي اللي القدام. ولكن داك الراجل اللي كان جالس في الكرسي حدا الشيفور شد ليها رجليها باش ما تبقاش تركل بيهم، وزير عليها باش ما تبقاش تتحرك. وبقات اندراني قاجه اختها حتى خرجت روحها وماتت. والشيفور بقى غادي حتى وصلوا لواحد البلاصه خاويه، وحبس الطوموبيل ونزل جبد صندوق من الكوفر واللي داروا فيه الجثه ديال شينا وهزوها، وبقاو غاديين بها وسط الغابه حتى وصلوا للبلاصه اللي ما كيوصل ليهاش بنادم. وحفروا واحد الحفره وخشاو فيها الصندوق. وهنا اندراني ما كفاهاش غير تقجها، قالت ليهم حرقوا الجثه باش تشوه وخا يلقاوها ما يعرفوهاش ديال من. ولكن دوك الرجال اللي معاها قالوا ليها لا ما غاديش نقدروا،
وهي اللي مشات برجليها جابت ليسانس بيديها من الطوموبيله، وخواتو على اختها ولا خواتو على الصندوق اللي فيه الجثه ديال اختها وشعلات فيها العافيه، وتسنات حتى طفات على خاطرها ورموا عليها التراب ومشاو في حالهم. وهادشي اللي قلت لكم دابا هي القصه اللي قال الشيفور طاكسي للبوليس، والبقايا ديال الجثه اللي لقاوها في ديك الحفره من بعد ما داروا ليها التحليل اولا من بعد ما خضعوها للتشريح الجنائي لقاوها ديال شينا، وشينا ماتت من بعد ساعه تقريبا من الوداع ديالها مع خطيبها راهول. ياك ما يحسب لكم القصه سالات هنا؟ لا، باقي فيها حوايج غتصدمكم، محال واش تلقاوها في شي فيلم هندي. انا بعد هاد القصه هادي ما نكذبش عليكم، فاش كنت كنقلب وكنبحث عليها راه بقيت كنتشوق، يعني فيما كنعرف شي معلومه كنبقى نتاكد ونعاود نتاكد واش هادشي فعلا كاين. البوليس من بعد ما سمعوا الاعتراف ديال الشيفور مشاو نيشان اعتقلوا اندراني وبداو الاستجواب معاها. طبيعه الحال نكرات داكشي كامل اللي قال الشيفور، وقالت ليهم اختي باقا عايشه ما ماتتش. والبوليس رجعوا كيقلبوا في الماضي ديال اندراني باش يعرفوا شكون هي هاد اندراني بالضبط، وغيكتشفوا العجب المعجب. اول حاجه، اندراني ماشي هي الاخت الكبيره ديال شينا، ولكن راها امها. ايه، اندراني الام ديال شينا، حيت اندراني فاش كانت ساكنه في العروبيه وفاش كان في عمرها 16 عام بالضبط زوجها والديها بزاز منها من واحد الراجل فقير من نفس البلاصه اللي عايشه فيها، وداك الفقر ما كانش عاجب اندراني نهائيا. واخا هكاك ولدات معاه بنيته اللي هي شينا وولد اللي هو ميكائيل. وواحد النهار قررت اندراني تطلق من راجلها اللي هو بات ولادها وتخوي ديك البلاصه، واخا كانت عندها الحضانه رمات ولادها لمها وباها ومشات لمومباي. بدات حياه جديده اللي تكون احسن من اللي هي عاشت فيها، وباش توصل لهاد الحياه اللي هي باغا تعيش فيها ضروري كان خاصها تسمح في والديها ووليداتها وتمشي. وفعلا قدرات تقرا وتتعرف على واحد الراجل اللي غيكون الزوج رقم 2 واللي كان سميتو سانجيف كهانا، واللي كان شريكها في الشركه اللي ذكرت لكم من قبل. ولكن زواجهم ما قدرش يطول دغيا من يمكن من بعضياتهم وطلقوا، ولكن شراكتهم في الشركه بقات مزيانه وباينه كانت بيناتهم علاقه قويه. ونزيدكم شينا فاش تعرفت على بيتر اللي هو راجلها الحالي رقم 3 راه ما قالت ليه والو على الماضي ديالها، وحتى هو قايله ليه باللي شينا اختها ماشي بنتها، وما قالتش ليه باللي مزوجه 2 قبل منه، حيت هاد الشيء كان غادي يخسر المكانه الاجتماعيه ديالها ويقدر ما يتزوجهاش بيتر. وهذا الزواج خلاها تولي اقوى، يعني ولات قويه اكثر وكتبان في التلفازه والجرائد. وهذا الشيء هو السبب باش عرفوها والديها واكتشفوا انها ولات عايشه لاباس عليها وهما مخلياهم في داك الفقر وهازين ليها ولادها. فقدروا يجيبوا نمرتها واتصلوا بها وقالوا ليها غادي نجيبوا لك ولادك، واش انت عايشه بخير وحنا كنموتوا هنايا؟ قالت لهم كيفاش تقدرتوا توصلوا ليا؟ كان ما عجبهاش الحال، كانت بغات تنكرهم بحال ما عمرها عاشت معاهم ولا كتعرفهم. وقالت لهم غير خليو ولادي عندكم وغنبقى نصيفط لكم الفلوس كل شهر، وفلوس صحيحه. وداكشي اللي كان حتى وصلت شينا للجامعه. هنا قررت ماما اندراني تعطي النمره ديال بنتها لشينا باش تحمل مسؤوليه قرايه بنتها. وفعلا اندراني قدرت انها تحمل المسؤوليه ديال بنتها، ولكن شرطات عليها واحد الشرط. عقلتوا على الشرط اللي قلت لكم في الاول غادي نقولوا لكم؟ هو هذا، هو انها تقول باللي اندراني اختها الكبيره ماشي بنتها. وشينا اكيد غادي توافق باش تكمل قرايتها وتحقق الحلم ديالها اللي كانت كتحلم به من صغرها. وهذا الشيء هو اللي كان مركب الرعب في اندراني من العلاقه اللي كتجمع راهول بشينا. خافت انها تفضح وان شينا شي نهار تعاود لراهول كل شيء، حيت راهول ما كيحملهاش وغادي يفضحها وغتخسر المكانه الاجتماعيه ديالها. وبطبيعه الحال شينا كنظن باللي ما كانش عندها كاع النيه ديال انها تقول، لو كانت عندها النيه تقول كون قالت ليه من الاول. وهذا الخوف هذا هو اللي خلى اندراني دير اي حاجه لدرجه بنتها تحيدها من طريقها. وهنا قررت دير الجريمه اللي عاودت لكم، وطمعات الشيفور باللي غادي دير ليه التامين هو والعائله ديالو كامله، وباللي غادي تكلف بالقرايه ديال وليداتو حتى يتخرجوا وتخدمهم. والراجل الثالث اللي كان معاهم في الطوموبيل هو سانجيف كهانا، الطليق الثاني ديال اندراني، وهو اللي كان شاد الرجلين ديال اندراني فاش كانت كتقتل بنتها في
الصراحة ما عرفتش واش العلاقة اللي كانت بين إندراني والطليق ديالها الثاني كانت قوية، ولا كانت شادة عليه شي حاجة كتهدو بها، حيت على ما باين انه ما غير حتى شي حاجة من الموت ديال شينا. الخطة ديال اندراني مشات مزيان، وقدرت تزور ايميلات وترسل رسائل بالاسم ديال شينا، وحتى راجلها كان متيقها، واخا تا هو كيقولوا بلي شريكة في الجريمة، حيت ما عمرو سول راسو واش بصح هادشي اللي كتقول ليه مراتو. خصوصا فاش مشى سولو راهول على شينا، قال ليه نفس الهضره اللي قالت ليه مراتو، مع انه هو قال بلي ما شافش شينا ولا هضر معاها. والحاجه اللي تخلي التهمه متلبساه هو انه كان باغي حتى هو غير يفرقهم ويتهنى. هاد اندراني طلعت شيطان النيت، وقدرت تلعب على بزاف ديال الناس، والمشكل هو انهم باقي لحد الساعه ما خدوش العقوبه ديالهم، وباقي ما تبتاتش الجريمه عليهم. واخا كاين جوج ديال الشهود اللي هما الشيفور وسانجي في الطليق الثاني، وهي باقا مصره على انها اختها عايشه وكتصيفط ليها الفلوس كل شهر. وفعلا مشاو البوليس قلبوا الحسابات البنكيه ديالها، لقاوها كتصيفط كل شهر فلوس لواحد الحساب بسمية شينا. واحد القضيه انني باش تفهم ليا هي علاش ما يرجعوش للسجلات ديال المطار، الارشيف ديال المطار، ويعرفوها واش خرجت اصلا من الهند ولا ما خرجت. المهم هاد المحاكمه خدات بزاف ديال الوقت، وبزاف ديال التحقيقات، وبزاف ديال البيبان اللي يخرجوا ليهم، وبزاف ديال الطرقان اللي شدوهم. يعني واحد المحاكمه اللي تاريخيه الصراحه. وهادشي اللي غادي نقول لكم دابا هي اخر المستجدات اللي كاينه في المحكمه. اندراني فكرت في كل شيء، واخا خرجوا التحاليل باللي شينا بنتها، كتقول لهم شينا اختي ماشي بنتي. ومن الاسباب اللي يخلي هذه المحاكمه طوال هي ان الناس اللي فيها مهمين بزاف في الهند، فماشي غير اجي وحكم على اصحاب الفلوس والنفوذ. وكان اللي تعتقلوا في الجريمه هذه بزاف صراحه، ولكن الرئيسيين هما اندراني وراجلها بيتر وطليقها الثاني سانجيف والشيفور ديال الطاكسي. ومن بعد ما دازت 5 سنين ديال الاعتقال ديال بيتر ماكاهاجينا اللي هو الراجل ديال اندراني، كيخرج بكفاله في سنه 2020. ومن بعدها بعامين في 2020 يعني العام اللي فات، اندراني حتى هي كتخرج من الحبس بكفاله واطلاق سراح مشروط، وباقى تحت المراقبه والتحقيقات مستمره. وحتى الشهود اللي اعترفوا بفمهم حتى هما خرجوا بكفاله وسراح مشروط، حيت ما كانش دليل ملموس كيأكد التهمه على اي واحد فيهم. صراحه هذه هي النهايه ديال القصه. النهايه صراحه ما زويناش، ما عجبتنيش، واحد النهايه اللي مستفزه. ولكن كنتمنى ان شاء الله تظهر الحقيقه وياخذوا الجزاء ديالهم، لان المحاكمه باقا كيف قلت لكم مستمره، وباقي الحكم ما صدر في حق حتى شي واحد فيهم. كنتمنى هاد القصه تكون عجباتكم. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص خليوها ليا في التعليق باش نقوي لكم منهم، وما تنساوش واحد الجيم زوينه بحالكم. شكرا لكم بزاف يا احسن مستمعين واجمل وارق مستمعين. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في الفيديو الجاي بخير وعلى خير. تسناوني. السلام عليكم.